السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم كما كتشوفوا حنشارك معكم هذه الوصفة سهلة بزاف واقتصادية التحلية تاع القهوة تاع العشية ولا بريكفاست تاع الصباح. بنينة بزاف، عندها ذوق الدونتس وسهلة بزاف. نبداو في المقادير ان شاء الله. اول حاجة نحتاجو حليب يكون دافي 200 ملي، تقريبا كاس ماشي معمر مليح. هنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. هنا 2 ملاعق سكر. هنا نخلطو مليح بالضراب اليدوي. وملاحظة صغيرة فقط فيما يخص الخميرة تاع الخبز أو الخميرة الفورية. كاين نوعين، كاين هي رقيقة بزاف، هذيك نضيفوها مباشرة مع الفرينة وما نخافوش منها، هذيك خصيصا مخدومة انه تطلع مباشرة. وكاين خميرة لا هي تكون شوية خشينة، نلقاو بلي مكتوب في العلبة انه هذه الخميرة لازم تطلع مع شوية مدافي وشويه سكر من قبل ما نضيفوها للمكونات الاخرين. وهنا كنت ضفت 30 ملي تاع الزيت اللي هو 4 كاس، حبة البيض، ملعقة فانيليا، ملعقة خميرة تاع الحلوى أو خميرة كيميائية، قرصة ملح. نخلطوهم مليح. هنا نبداو نضيفو الفرينة أو الطحين، الكاس الأول والكاس الثاني اللي هو 350 غرام. الكاس الثاني خليت فيه القليل فقط ومن بعد نضيفو. نبدا نطم هذاك العجين ديالي بسباتولا كما راكم تشوفوا هكا. حسيتها انه العجينه ديالي مازال محتاجه شويه تاع الفرينه، ضفت هذاك اللي قعد. تما هكا خدت معايا 350 غرام اللي هو 2 كيسان. انا كيسان ديالي شويه صغار. هنا بعد ما عجنتها ضفت القليل من الزبده اللي هي مغرفه صغيره فقط. ندخلها شويه هكذا. وهنا نعجنوا العجنه ديالنا مده 5 دقائق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نعجنوه شويه. هنا نخلوه يرتاح مده 30 دقيقه، ولا نقدروا نفصلوه مباشره. هنا بعد ما ارتاحت معايا العجينه تشوفوا كيفاش طلعت. عاود ننزلها كامل. نرش القليل من الفرينة على سطح العامل، نحلها بوسط الحلال. حتى نتحصلوا على دائرة كبيرة. من بعد ما حليتها كما راكم تشوفوا جبت الغطاء تاع المقله اللي حنقلي فيها وقطعت دائره باش ما تجينيش دائره كبيره على المقله. بوسط قطعه تاع البيتزا نقطعها الى مثلثات. هاد العجينه اكيد ما نرموهاش، من بعد نفصلوها ونقلوها. نقطعوا كما راكم تشوفوها، نقطعوها كيما البيتزا. نخلوها نغطوها ما بدي يسخن الزيت حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق، ونبدا نقلي في المثلثات ديالي. الزيت تكون سخنت من قبل ونقص النار باش ما يتحرقوش. نبدا نحط بالوحده حتى نشوفوا المقله ديالنا تعمرت. كي نشوفوهم تحمروا من التحت نبداو نقلبو هنا بالوحده غير بالعقل، وهما تمتم يطيبوا، ما ياخدوش وقت كبير باش يطيبوا، بالخف يطيبوا. تما لازم نردو بالنا. هنا كي نشوفوهم تحمروا من الجهتين نبداو نحو بالعقل. هنا نزيد نحط لي كنت مازال ما طيبتش، نحطهم يطيبوا.
وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كي يطيبوا مباشرة ندردروا عليهم هكذا السكر. وبهكا نكون لحقنا للنهاية. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها لانه بزاف هايله. نفتح لكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا كيفاش خفيفه وفارغه ومفخفخه من الداخل، روعه بنينه بزاف. شوفوا كيفاش نقدروا نعمروهم باي حاجه، نوتيلا ولا معجون. نقدروا نخدموا كريمه حلواني ايضا ونضيفوها. انا خليتهم هكذا وانتم باش تحبوا تعمروهم. وبهكا نكونوا لحقنا للنهايه. نتمنى منكم انكم تشاركوها مع احبابكم واصحابكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش. ونقول لكم سلام عليكم في امان الله.